السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة النهارده وصفة اقتصادية من الدرجة الأولى، هنعمل كده مع بعض من شوية مية وشوية دقيق أحلى رواية ناشف للعيد. كل سنة وانتم طيبين، استعد بيه للعيد بإذن الله. هنعمل كده من نص كيلو دقيق، الكمية الهائلة دي يطلع معاكي زي الجاهز وأحلى كمان. حاجة كده عاملينها في البيت مضمونة، وكمان نتيجته روعة جدا. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده معايا نص كيلو من الدقيق المنخول، ومعايا كمان كوباية من المية. هبدأ كده أضيف لها معلقة من الملح، وهنبدأ نقلب كويس جدا. وصفة بسيطة اقتصادية، اعمليها كده جربي في نص كيلو من الدقيق. هتطلع معاكي كمية كويسة جدا من الرقاق الناشف. نشتريه من بره أسعاره غالية جدا، وكمان مش هيكون كده بنفس اللي احنا عاملينه في البيت بإيدينا. جربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبك جدا. هنبدأ كده ننزل بالمية واحدة واحدة، ولو احتاج معانا مية كمان هنبدأ نزود. هنبدأ كده نقلب في البداية، وبعد كده طبعا هنعجن بإيدينا. احتاجت مني مية كمان هبدأ كده أزود. هي كده النص كيلو أخد مني كوباية ونص من المية. كمية السوائل طبعا على حسب كده نوعية الدقيق. هنقلب كويس جدا، وهنبدأ كده نعجن بإيدينا. أهم حاجة في العجين هنخدم العجين كويس جدا، تاخدي كده نتيجة هايلة. هبدأ كده ألم العجين كويس. تفضلي كده تعجني فيها، بتاخدي كده ملمس ناعم، وكمان عجينة طرية كده جميلة جدا. وعشان اخد راحتي فيها هنبدأ كده على الرخامة كمان، هنعجنها شوية كمان. تخدمي العجينة تاخدي نتيجة كويسة جدا. تعجني براحتك خالص عشان تربي فيها كده عرق كويس. خلاص العجينة كده ما شاء الله ملمسها ناعم وطرية وجميلة جدا معايا. هبدأ كده ألمها كويس، وكمان هسيبها كده هغطيها بكيس من أكياس التلاجة، وكمان هسيبها كده ترتاح معايا نص ساعة. كل ما تريحي العجينة كل ما هتلاقي العجينة ملمسها ناعم وطرية وجميلة جدا. هتتشكل معاكي براحتك خالص. هسيبها كده لمدة نص ساعة. هبدأ كده ألمها، أغطيها كده بكيسة، وكمان سبتها كده نص ساعة. ما شاء الله عليها ملمسها جميل جدا زي عجينة الفطير، الله أكبر عليها. هنبدأ كده في أي حاجة طبق أو صينية براحتك خالص، رشة كده من الدقيق. وهنبدأ كده نقطع أو نقرص كده الرقاق. عندك ميزانة وزيني كده براحتك خالص على حسب حجم الرقاق اللي انت عايزاه. أنا هنا هقطع كده الكمية بتاعتي على 40 جرام. وزنت كده على الميزان 40 جرام، أنا عايزاها كده متوسطة. عجينة ناعمة وطرية وجميلة جدا. هنبدأ كده نقرص الكمية كلها. عايزة كمان تضاعفي كده كمية المقادير براحتك خالص. هنبدأ كده نقطع أو نقرص الكمية كلها، وكمان هغطيها كده بكيس تلاجة. وهنبدأ برضو هنسيبها نص ساعة ترتاح. بتقفلي العجينة كويس جدا. طريقة سهلة وبسيطة، وهنعملها ان شاء الله النهاردة على البوتاجاز. ممكن كمان تخبزيه كده في فرن البوتاجاز او الفرن الغاز براحتك خالص. احنا بنعمل كده حاجة بتبسط علينا الموضوع. عشان وقت الفيديو هنبدأ كده نكمل الكمية كلها، اغطيها كده بكيس واسيبها كده نص ساعة ترتاح. ونبدأ طبعا نفردها كده مع بعض. نص كيلو دقيق طلع لنا كمية كويسة جدا. رشة كده من الدقيق، وهنبدأ كده نفرد رقاق كده مع بعض. سهل جدا.
بالنشابة كده، وهنبدأ نفرد العجينة. طبعا مرتاحة معايا، تتشكل معايا وتتفرد براحتي خالص. بكون كده مجهزة صينية على النار. اهم حاجة طبعا الصينية تكون على نار عالية جدا. واول كده ما هنبدأ نخبز عليها الرقاق بنهدي كده النار، عشان احنا طبعا عايزينه يطلع ناشف ومقرمش معانا. الرقاق كده اللي انا بططتها في البداية هبدأ كده افردها، وهنروح كده على البوتاجاز مع بعض عشان نخبز الكمية كلها. طريقة سهلة جدا، بتفردي على قد ما تقدري. كل ما هتفردي كل ما هتاخدي كده حجم رقاقة كويسة جدا، وكمان هتطلع معاكي ناشفة ومقرمشة. حجم مناسب جدا وجميل جدا. يلا بينا هنروح كده نخبزه مع بعض. انا كمان بريحه كده بايديا على الصينية كده السخنة، وهنبدأ كده طبعا هننزل كده الرقاق. هتتشمع معايا اول تشميعة كده، هنبدأ نقلب على طول. تقلبيها طبعا على الجنب التاني على طول عشان تاخد نفس التسوية. النار تكون هادية اول كده ما بتنزلي كده بالرقاق، وهتقلبي كده على الجنبين. هتطلع معاكي الرقاق كده ناشفة، وكمان لونها جميل جدا. عايزة تحمريها اكتر براحتك خالص. كل ما هتقلبي وتضغطي كل ما هتاخد كده معاكي اللون الاحمر كده الجميل. احنا هنحمرها هنا نص تحميرة، يعني انا مش عايزاها حمرا قوي. انت عايزة تحمريها اكتر براحتك خالص. الكمية اللي هتبططيها هتخبزي على طول اول باول جنبك كده على طول. ممكن كمان تدخلي الصينية دي على الرف كده بتاع فرن البوتاجاز، وتخبزي فيه وانت قاعدة عادي خالص. المتاح عندك والمتوفر بتعمليه. بتضغطي كده كويس جدا عليها عشان تتشمع كلها من جميع الجوانب. هي ما شاء الله يعني هي ناشفة كمان معايا، طالعة كده من على النار. انا ماسكاها كده حاسة بيها ان هي ناشفة جدا في ايديا. النار طبعا متوسطة. خلصنا كده الكمية كلها عشان وقت الفيديو. طلعت مني طبعا اول ما بتطلعيها كده من على النار بتسيبيها كده في مكان ما تحطهمش على بعض. بتفرديهم كويس جدا عشان يطلع معاكي بنفس كده الشكل اللي انت شايفاه. شكله جميل جدا. نص كيلو دي طلع لنا كمية هايلة جدا، وكمان طالع معانا مقرمش. يا رب الوصفة تعجبكم. اهم حاجة متنسوش تدعموني، دعمكم بيفرق معايا جدا. وفي رعاية الله.